فالأم هي التي سهرت وتعبت وعانت، هي التي حملت وهنا ووضعت ألما، برأت الموت وعاينته عند الوضوع، حتى إذا خرج الطفل أمام عينيها وقد انتزع من روحها فإذا بها تنسى آلامها وتعلق على الطفل آمالها. كان ثديها لك سقاء وحجرها لك حواء وبطنها لك وعاء، حملتك كثيرة وعانت وقاست كثيرة، وقاست كثيرة. قال بشر ابن الحارث الحافي رحمه الله: لئن أدنو من أمي فتسمع أنفاسي أحب إلي من أن أضرب بالسيف مجاهدا في سبيل الله، أحب إلي من أن أضرب بالسيف مجاهدا في سبيل الله. وقد صدق. بعض الشباب يريد أن يثبت الذات بالتعدي على الوالدين وبالتعدي على حقوقهما، ولا سيما الحقوق المعنوية قبل الحقوق المادية. وإن من الحقوق المعنوية الاحترام والإجلال والتوقير والطاعة والأدب وخفض الصوت والبر وسماع الكلام وعدم إدخال الأذى وكسر قلبيهما وعدم إدخال الحزن عليهما. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: ليس لولد ضربه والده أن يرفع بصره إليه ولا أن يزيح يد الوالد عنه، إنما تقف حتى يكمل ضربه، ومن رفع بصره إلى والديه غضبا فقد عقهما. وعن ابن عباس: من نفض ثوبه فوصل غبار ثوبه إلى والده فقد عقه. وكان محمد بن المنكدر كما جاء في سير أعلام النبلاء يضع رأسه على الأرض ويقول لأمه: لا أرتاح حتى تطئي بقدمك على وجهي، قال محمد بن المنكدر: ولقد قمت ذات ليلة فوجدت أخي عمر بن المنكدر يقوم الليل يرتل القرآن ويبكي. قال: فذهبت إلى أمي فوجدتها مستيقظة فغمست لها قدمها وجلست عند رجلها، وما أحب أن ليلة أخي عمر بليلتي. جاء هشام بن حسان رحمه الله تعالى إلى الحسن البصري وكان تلميذه، قال له: أقرأ القرآن بعد صلاة العشاء أحفظه، لكن أمي تنتظرني بالعشاء ولا تتضجر في أن أحفظ القرآن أو في حفظ القرآن. قال له الحسن البصري رحمه الله تعالى: تعشى مع أمك فلئن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. تعشى مع أمك فلئن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. تعشى مع أمك فلئن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه في أن يدعو الله لها فلم يأذن له، فبكى بكاء شديدا وحارا. جاء في ترجمة محمد بن الحنفية رحمه الله: وأمه خولة بنت جعفر كان يمشط لها شعرها، كان من أجل أعماله أنه يجلس ويمشط لأمه شعرها. وابنه عبد الله قد قال هذا الكلام لمن حجت أمه على ظهره: أتراني وفيتها حقها؟ قال: ولا زفر من زفراتها وهي تضعه، ولا زفر من زفراتها وهي تضعه. ضايع الوالدين محظوظ دنيا ودين، أهل المحبة رضا الله من رضا الوالدين. يا ضايع الوالدين محظوظ دنيا ودين، أهل المحبة رضا الله من رضا الوالدين. دول أقرب الأقربين وجب من الصالحين.
المحبة